ما تخافش من الأصيل، من صغره متربي على العز، بس خاف من العويل اللي داخل جديد على العز، أصله شبع بعد جوع، ولو ماله زي الرز المال ما يخليهوش أصيل ولا ابن عز. طب علي النعمة يا عم، كتر الفلوس مش عز، العز في طيب الأصل، ورباية وعين مليانة وشبع وعزة نفس، وكل ده مش عند العويل، ما عندهوش غير القرش، والقرش ضحك عليه، مخليه فاكر انه لما يشتري حد زيه عويل وباع نفسه علشان ياخد كام قرش، كده هو يبقى أصيل وابن عز علشان القرش. ما يعرفش ان العويل مهما يحتكم على القرش هيفضل برضه عويل وعامل بالكذب ابن عز، والأصيل هيفضل أصيل حتى لو ما أشفر مفيش في جيبه حتى قرش، ولو بياكل حتى عيش حاف من غير غموس هتلاقيه باين على وشه الطيبة وطيب الأصل، ومهما جرى عليه الزمن هيفضل أصيل وابن عز، هيفضل أصيل وابن عز. رائد عادل الأسيوطي. خلص الكلام.